السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل اوردر جلاش باللحمه المفرومه ولحمه كباب حله. فقلت بقى اقدمه لكم او اوريكم الطريقه لو حابين تعملوها لعزومات رمضان. جميله جدا. معايا لحمه ومعايا دي لحمه وش فخده، ومعايا 3 بصلات مفرومين كبار. اللحمه بقى الوزن اللي تحبيه، ده 1.5 كيلو من اللحمة. زيت على النار ومعلقة كبيرة من الزبدة، او ممكن تضيفي سمنة، المادة الدهنية اللي تحبيها. تمام، وهسيبها بقى تسيح كده على النار. لو لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا، ولايك للفيديو وتابعيني للاخر علشان تستفادي من الفيديو. جربي كباب الحلة بالطريقة دي، هيعجبك جدا. بدي بقى كده للحمة تشويحة كده بالشكل ده، وهقلبها قبل ما انزل بالبصلة عشان لونها كده يبقى طالع معايا حلو ومتحمر، يبقى شكلها كأنه مسلوق. لو ما اديتهاش تشويحة حلوة هيكون شكل اللحمة كده كأنها مسلوقة. تمام، هجيب بقى البصلة، بصلة مفرومة، وهنزل بيها على اللحمة كده بالشكل ده. تمام، وهغطيها بقى تتشرب شوية، وبعد كده هزودها مية مغلية. هنا بعد اللحمة ما اتشربت معايا كده من البصلاية واتكرملت شوية كده، هجيب بقى مية مغلية او مية من الكتل وضيفيها بقى على اللحمة. وبعد كده بقى بتهدي النار، وكل ما تحتاج يعني كل ما تتشرب مية كل ما تتشربها بتزودي مية وقت ما تحتاج، لحد ما اللحمة تستوي معاكي تماما. تمام، هغطي بقى عليها. هنا اللحمة خلاص كانت استوت معايا بالشكل ده. خلاص نبدأ بقى ان احنا نحط التوابل بتاعتنا. ما بضيفش التوابل الا لما والملح الا لما اللحمة بتاعتي تستوي تماما. هضيف بقى الملح حسب الرغبة، وضيفي بقى ال7 بهار والفلفل الاسمر، مش بضيف اكتر من كده. هنا هضيف معلقة دبس رمان، هيخلي بقى لون اللحمة وطعمها مسكر كده ولونها بيكون لون جميل. وصويا صوص معلقة صغيرة، يعني معلقة كبيرة من الصويا صوص. شايفين غيروا لون كباب الحلة. جربوا تضيفيه في المشويات وفي اللحوم، جميل جدا. تعالوا بقى هنعمل الصلصة، مش الصلصة، عصاج الجلاش. واخدين بالكم بقى انا عملت في الحلل الجديدة يعتبر، او الحلل اللي انا غسلتها معاكم في الفيديو اللي غسلت فيه الحلل، فرحانة بيها بصراحة. هشوح بقى كده البصلاية بتاعتي
بصوا بخليها كده، بخلي البصلايه تتكرمل، شايفين شكلها كده بالشكل ده، تتكرمل شويه كده، بتدي ريحه وطعم حلو جدا جدا للجلاش او لحمه الجلاش او العصاج عامه يعني. بعملها برضو للعصاج بتاع المكرونه، وبعملها العصاج اللهم صل على سيدنا محمد للحمه بتاع السمبوسه. جربي بس تعمليها كده وتكرملي البصل شويه قبل ما تضيفي اللحمه، هتفرق معاكي في الطعم، عكس ما بتنزلي بالبصلايه نيه كده على اللحمه. يعني في ناس بتنزل باللحمه الاول وبعد كده بتضيف البصلايه. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. وهنا نزلت بالملح وقرن فلفل اخضر والسبع بهار وبس كده، وهقلب. كده خلاص العصاج بتاعي بقى جاهز. هطفي بقى عليه النار وهنروح نعمل ايه، او زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كباب الحلة بالشكل ده، طفيت عليه النار. وتعالوا بقى نروح نعمل الجلاش. معايا لفة من الجلاش، هقطع بقى كده الجلاش بتاعي كده بالشكل ده، عشان يعني يبقى قد الصينية، ميبقاش فيها زوايد. تمام. معايا سمنة وزيت، سيحتهم كده على النار، وبدهن الصينية كده من تحت كده بالسمنة. ايه ضغطتي اللايك ولا نسيتي؟ يلا بقى ضغطي اللايك، وما تنسونيش ان انتوا يعني بتشوفوا الفيديو ومحدش بيضغط لايك بصراحة، واللايك ده هو اللي هيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. لو بتحبوني ما تنسوش تضغطوا اللايك وتشجعوني بالله عليكم. يعني لو شايفين ان انا استاهل ان انتوا تعملوا لي لايك، خلاص اعملوا لايك، ما استاهلش خلاص ما تعملوش. تمام. بحط بقى كده ورقتين وبروح حاطه السمنه بين كل ورقتين السمنه، وبحط القطع اللي انا ايه قطعتها. بحط نص الجلاش، نص اللفه الاول، وبعد كده بحط اللحمه، وبرجع احط النص اللفه التاني، وبين كل طبقتين بحط الزيادات وبحط السمنه. خلاص بقطع بقى الجلاش بتاعي كده بالشكل ده، قطعيه بقى القطع اللي انت تحبيها، وتكوني مسخنة الفرن، وتدخليه في الرف الاوسط على الشبكة. يعني هنا بدهن بقى بالسمنة كده بالشكل ده، هدخله بقى هنا الفرن. تمام. وهنا على نار عالية، يعني شغلي الفرن على النار العالية، وبعد كده حطي الجلاش في الفرن. وهنا معايا كوباية من الحليب، حطيت عليها رشة من الفلفل الأسمر. تمام. وهنا كباب الحلة قدمته بقى كده بالشكل ده، عشان خلاص ابتديت ان انا اسلم اوردراتي، وببدأ بقى ان انا اقفل الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين. بنزوقه بقى كده بحاجة بسيطة عشان الطبق بتاعنا يكون شكله حلو. طبعا بقى الجو برد، الحاجة اللي بتخلص بنروح مقفلينها على طول.
عشان الاكل بتاعنا ما يبردش. هنا بقى الجلاش بطلعه كده نص تسوية زي ما انتوا شايفينه كده، بياخد لون بس كده بسيط، والجلاش بتاعي يورق. وبعد كده بنزل بكوباية اللبن. قبل كده انا كنت ضايفة، يعني انا عملت الجلاش قبل كده كنت بضيف لبن، وبضيف معاه بيضة، صفار بيضة. تمام. هنا ما ضفتش صفار البيضة، بقيت اضيف اللبن بس. شايفين شكله ومرتفع ازاي، والطبقات كمان، والجلاش طالع كده منفوخ ومورق كده بالشكل ده. شايفين بيشال بكل سهولة. تمام. بقدم بقى الجلاش كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شايفين مفيش حاجة لازقة خالص في الصينية، وطالع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بقى كده. قدمنا طبقنا او الجلاش بتاعنا بالشكل ده. اتمنى تجربوه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.